عملت اي حاجه. ابو رهف لحياته الخاصه لا قرا انجليزي زي الناس عشان يمشي يتجنس، ولا عمل حاجه. ولا على المستوى الشخصي انا 3 سنوات جاري للشعب السوداني، وقبلها الثوره وقبل الثوره. انا لنفسي ما اقسم بالله، اقسم بالله انا ما داومت في المدارس ال3 سنة اللي فاتت دي 7 يوم زي ما قالوا متواصلات. واضف الى ذلك هنا بيشترطوا عليك 4 فصول لو دار تتجنس او تمسك جنسيه، وده حلم كل مهاجر. حلم كل مهاجر لازم تقرا 4 فصول، تقرا 4 فصول، تجيد الانجليزيه قرايه وكتابه وتجتاز الامتحان. انا على المستوى الشخصي لنفسي دي ابو رهف ما اشتغلت حاجه، لا قروش، لا كنت مهتم بتجنس ولا حاجه. لكن الحمد لله ده حصاد السنوات الماضيه، الحمد لله انا استلمت جوازي، الحمد لله الحمد لله، والامور ضبطت. عشان كده انا كنت جاري من مكتب لمكتب واعمل ده وجيب الورقه الفلانيه وورقتك ديك ناقصه وجيب معاك في بالبلونتير ولا بسموه شنو هو، واسوي. الحمد لله. اول البارح انا استلمت جوازي، اول البارح استلمت جوازي، وده زي ما قالوا باب الحمد لله اتسدى. السبب الثاني محمد سليمان مسافر من مدينه لمدينه وقاعد عنده كم حاجه كده بيعمل فيهم. والسبب الثالث هو انه نحن محظورين. انا محظور، والله محظور يا جماعه، والله انا ده الحساب ده ثاني يوم اشتغل بلايف، ده محظور بالاحمر، الحساب الكبير ده محظور بالاحمر. الجري الشديد ولا الحاجات الفتره اللي فاتت دي هو كان ملخبطني لخبطه شديده. 10 يوم ده انا ما كنت فاهم حاجه، بس جيب الورقه الفلانيه، اعمل الورقه الفلانيه، امشي اسوي الحاجه الفلانيه. لكن الحمد لله الليله الواحد يا دوب كده ارتاح انه الامور طيبه وفي السليم. لكن نحن ما بنحيد عن قضيتنا ونحتذر عن ذلك. يعني حتى هامش حياتنا ال3 4 يوم اللي اختفيناهن ديل ونحن بنعمل وانا بطلع في اجراءاتي يعني في البلد هنا برضه بنحتذر عنهم. ما نحن حياتنا دي ملك للشعب السوداني. والله لن نتزحزح حتى تحرير السودان، لن نتزحزح حتى تحرير السودان. عندي لكم بشاره سريعه وانا ماشي. اول حاجه الناس تستعد للطوفان، الناس تستعد للطوفان. هنالك طوفان سيمسح الاخضر واليابس، سحب كل القوات النظاميه من كل المدن وخصوصا الجيش والمشتركه والبراؤون والدراعون والتوجه الى مناطق العمليات. دي بشريات كبيره يا جماعه، بشريات كبيره. ما تركزوا في الجنجويد في التعليقات. انا دقيقه قبل ما اكمل البشريات عشان اعيد انا اشوف في منو هنا اعمل مشرف. طيب في منو ام الشهيد؟ ام الشهيد هاك اكتب الجنجويد دي لام الشهيد. طيب نعملها مشرف، اول زون نديها مشرف ام الشهيد. هاك يا ام الشهيد انا عملتك مشرف، اكتب الجنجويد دي اكتب نفسهم. المهم يا جماعه البشريات، والله 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 هنالك طوفان قادم وانه الاخير يا الشعب السوداني. طوفان سحب كل القوات المسلحه والمشتركه والبراؤون والدراعون والمقاومه الشعبيه وتوجهت الى مناطق التباس، منطقه اكس واكس واكس واكس. والليله بدوا في الفتح. هنالك طوفان عظيم سيحسم ما تبقى عابرون للحدود. الحاجه الثانيه والناس تترغب بعد ده ثاني يا جماعه الشعب السوداني زي ما قال لك طارق كيجاب، الناس ما تنوم، ناس ما تنوم تاني. على مدار الدقيقه في انتصارات، على مدار الثانيه في انتصارات. اكتبوا الجنجويد التحت دي اكتب نفسهم. على مدار الثانيه في انتصارات. والحاجه المهم الان عشان طلعت اللايف ده يا جماعه كل 3 يوم الجنجويد بيشتغلوا على الشعب السوداني والقحاطه والعمسيبيين والعنصريين. هنالك اشتباك بين الجيش والمشتركة. جبرين حرك قواته وهاجم سوق ليبيا واغلق خزان جبل اولياء وساجا، والمشتركة تشتبك مع الجيش والجيش دمر المشتركة، والاشتباكات حصلت القصر الجمهوري. ولا لا لا يا جماعة انتوا لمتين بتتساقوا؟ لمتين الشعب السوداني بتتساقوا باوهام الجنجويد والعنصريين؟ احلام العنصريين والجنجويد
إنه القوة التي قهرت 16 دولة، القوة الموجودة الجيش والمشتركة والبراؤون القهرت 16 دولة وحررت 3/4 السودان، وجاري تحرير ما تبقى منهم انه تتفرتك من الداخل. عشان كده شغالين على الفتن وعلى العنصرية وعلى القبلية، وعم سيف شغال بكله، والعنصريين شغالين بكله، والجنجويد شغالين. منو المستفيد؟ انا بس دار اسال، منو المستفيد من المستفيد من اشتباك بين الجيش والمشترك؟ منو؟ الجنجويد. يعني عم سيف جنجويدي، يعني اي عنصر جنجويدي، يعني اي عنصر هو اخطر من الجنجويد، وبيتمنى يحرق ما تبقى من السودان. عشان كده يا جماعه كل الشائعات اللي انتم شايفينها اشتباكات، تحركات مريبه، اتحركوا، عملوا، دي كلها احلام في مخيله الجنجويد والقحاط.